عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويت ناس. يقولوا لي شنو أحوالكم؟ غالبكم رمضان وإلا الحمد لله غالبينو. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وصفة تونسية معروفة برشا اللي هو الرز الجربي. بالرغم اللي كوني جربية أما ما نطيبوش بنفس الطريقة اللي تعودت نشوف بها الناس الكل تطيبوا. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وكي العادة كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي في لي كومنتير. للغوصية متاع اليوم تستحقوا برشا حاجات، ان شاء الله تو نكتبهم لكم في خانة المعلومات. 150 جرام لحم بقري، 150 جرام كبدة، 400 جرام روز أصفر ماذا بيكم هيك اللي يبدا مفور، 100 جرام معدنوس ما يقارب حفنتين، 100 جرام شبت، 25 جرام كزبر حكاية شطر حفنة، 25 جرام نعناع أخضر، بصلة كبيرة مقصوصة جويدة، كعبتين سفنارية مقصوصين مكعبات صغار، كعبة بطاطا كبيرة مقصوصة مكعبات صغار، 100 جرام حمص طايب، مغرفة كبيرة طماطم حكة، مغرفة صغيرة هريسة عربي، زيت وشوية فاحات. أول حاجة نبداو بيها في مقلة نحطو شوية زيت ونصبو فوقهم اللحم والكبدة، نفوحوهم بشوية ملح وفلفل أكحل ونخليهم يطيبوا حكاية 15 دقيقة. ماذا بيكم النار ما تكونش قوية باش يسيب الماء متاعو ويطيب في عقله، كان لازم تزيدوله شوية ماء باش ما يتحرقش. في صحفة كبيرة نصبوا شوية زيت ونزيدوا فوقه الطماطم الحكة والهريسة العربي ونخلطوهم مليح. مساحة صغيرة كان تعرفوا طماطم الحكة متاعكم قارصة شوية قليوها هي والهريسة من بعد استعملوها، وما تنسيوش تحطوا فيها اشتر مغرفة صغيرة سكر باش تنحيوا منها القروسية. انصبوا الروز. انا خذيت الروز اللي تيب فيسع، كان ما تلقاوش منه نفخوا الروز متاعكم حكايه 15 دقيقه باش تنحيو منه الماكسيموم متاع النشا بعد استعملوه. وحاجه اخرى، ابعدوا على الروز البسمتي خاطر ما فيه شروح ويعجن لكم. خلطوا مليح باش كل شيء يتجانس مع بعضه. نزيدوا السفنارية المقصوصه طرف صغار، البطاطا، النعناع الاخضر، الكزبر، البصل المقصوص جويد، الشبت، ونكملوا بالمعدنوس والحمص. كان لاحظتوا انا ما وسعتش بالي برشا في القصان، ما تخافوش كل شيء يذوب من بعد. نزيدوا فوقهم مغرفه صغيره تابل وكرويه، شطر مغرفه صغيره كركم، شويه ثوم بودره والا فصين ثوم مهروسين، ونكملوا بشويه فلفل اكحل ونخلطوا مليح لين كل شيء يتجانس مع بعضه. بالنسبه للعباد اللي ما عنديش نعناع فرشك استعملوه شايح، اما في المرحله الاخرى مشتوى على خاطر يمرر. نكملوا باللحم اللي سبق وحضرناه ونزيدوا نخلطوا بالكدا. بالنسبة للعباد اللي ما تحبش اللحم تنجم تعوضوا بالدجاج وإلا بحتى بغلال البحر. حاجة أخرى، ديما ابعدوا على السلق في الرز الجربي باش ما يجيكمش معجن. في مقفول سبق وحطينا فيه الماء يغلي، نحطوا العودة متاع النعناع باش الروز ياخذ المطعم ويجينا فاوح أكثر. نصبوا الروز متاعنا في الكسكاس، نغطيوه ونخليوه يطيب حكاية 20 دقيقة. فما شكون باش يسألني علاش طيبت اللحم ما حطيتوش ني. الناس كل تعرف انه اللحم ياخذ اكثر وقت باش يطيب، دونك كان باش نحطو من الاول مع الرز والخضره، الرز باش يعجن واللحم مازال ما طابش. الرز متاعنا بريسك حضر، كان حسيتوه ناقص شويه تياب والا مسوس سقيوه بشويه ماء سخون وملح وخلطوه مليح. انا ما حطيتش ملح من الاول خاطر اللي عندي احرج وخفت ما يذوبليش، انتوما ما تنسيوش باش تملحوا. نرجعوه في الكسكاس حكاية 10 دقايق اخرين، اما المرة هذي من غير ما نغطيوه. حاجة نحب نأكد عليها برشا، انه راهو كل واحد والروز اللي باش يستعملو، دونك الوقت متاع التطييب يختلف من عبد العبد. سيي الروز متاعنا حضر وما شاء الله جاي مفرق كعبة كعبة، والبنة ما نحكي لكمش. كان جربتوه وعجبكم ما تنسيوش باش تعطيوني رايكم وتبعثولي تصوركم. كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش باش تشتركوا في الشين كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتابعوني على لي ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام، واهم حاجه تبارتاجيوها وتدعموني ببرشا جيمات وكومنتات. وتوا ما بقى كيمش نقول لكم شهية طيبة، ونقولوا مع بعضنا اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.